السلام عليكم. جايب لك النهارده اي اكس 35 2014. العربيه دي كامله كل حاجه، كمان احسن حاجه في العربيه دي ان هي فابريكا بالكامل ما فيهاش جرام بوهيه. والنهارده الحمد لله احنا صورنا في معرض جديد كنا اول مره نصور فيه، النهارده بنصور في معرض اوتو الجزار. المعرض ده موجود برضه على طريق شبين الكوم اوسنا. صراحه الاسعار هنا ممتازه جدا ومن افضل العربيات اللي موجوده بالنسبه للحالات زي ما احنا متعودين. طبعا ما بنصورش في اي حته غير عند الناس اللي عندها حالات ممتازه. ليه بقى؟ لان احنا عودنا العملاء بتوعنا على الحالات الكويسه. هوريك كده من الواجهه الاماميه. طبعا العربيه فيها ليدات اماميه واللمبات بتاعتها كمان لمبات LED، فيها فوج لايت زي ما احنا شايفين من الواجهه الاماميه. ما شاء الله ربنا يبارك لصاحب النصيب. مش حابب اطول عليك في الفيديو ده، كمان حاجه جديده هنعملها ان شاء الله. مش هنطول تاني في الفيديوهات ولا هقعد اكلمك في حاجات ملهاش لازمه. هنخش على طول في صلب الموضوع عشان الناس ما تزهقش. هوريك دلوقتي الكبوت بتاع العربيه من الداخل ونشيك عليه في السريع كده مع بعض. يلا. طيب هنا زي ما احنا شايفين طبعا اهم حاجه المسامير بتاعت العربيه 2014 زي ما قلت لك. فما شاء الله هنا ما فيهاش سكراتش واحد، ما فيهاش اي ملحوظه. كمان عندك العازل هنا وباين على الكبوت ما شاء الله ما فيش اي اثار للسمكره خالص. تعال نبص على الموتور الجي دي اي مع بعض. يلا بينا. طيب هنا كمان بالنسبه للموتور طبعا جي دي اي. بالنسبه للداخليه بتاعت العربيه زي ما احنا شايفين بطاحاتك سليمه، كل اجزاء العربيه فيها ABS وفيها كل وسائل الامان ما شاء الله. هنبص على الكلام ده طبعا لما ندخل جوه نشوف كل حاجه والترا المالتي فانكشن. يلا بينا تعالوا نشوف جنب العربيه عشان ما نطولش عليك. بس فضلا وليس امرا يا ريت دعم حضرتك لينا بلايك جميل من ايديك الحلوه واشتراك في القناه لو انت مش مشترك معانا عشان شرف كبير جدا ليا ان حضرتك معانا في القناه. يلا بينا. طيب طبعا هنا عندك الجنوط السبور زي ما احنا شايفين، والكاوتش ما شاء الله حالته فوق ال 85%. عندنا طبعا هنا المرايات الضم والضبط الكهرباء، بس طبعا هي مش شغاله مع الريموت. وعندك طبعا في اشاره في المرايه هنبص عليها لما ندخل جوه من الزرار بتاع. عندك كمان الكليس انتري والاوكر النيكل والراكات اللي موجوده على السقف. هنا بالنسبه لجنب العربيه طبعا انا هسيبه لك انت اللي تحكم عليه. مفيش سكراتش واحد، مفيش جرام بوهيه في العربيه تما، فدي حاجه كويسه. تعالى اما نبص بقى على الظهر بتاع العربيه كده في السريع وبعد كده نشوف الانتيريور بتاعها واوريك برده المسطحات عشان العربيه دي كامله كل المواصفات. ففيها بانوراميك سان روف. يلا. بالنسبه هنا لظهر العربيه طبعا مش هنقدر نجيب لك الزاويه واضحه عشان خاطر المكان بس ايه مش مساعينا. هو المكان ما شاء الله كبير بس عشان في عربيات كتير وفي ناس واقفه فهنصور كده المره دي. العربيه طبعا زي ما احنا شايفين التفاصيل بتاعتها كامله ما فيهاش ملاحظ خالص. فيها كاميرا خلفيه زي ما احنا شايفين كده. هنبص على الداخليه بتاعتها في السريع. طبعا هنا بالنسبه للباب ما شاء الله مفيش سمكره خالص. بالنسبه برضو للمسامير بتاعته، بالنسبه طبعا للمسامير زي ما احنا شايفين هنشوف السبير وحاله الداخليه بتاعه العربيه. ما شاء الله السبير طبعا بينزل جنط من نفس الجنوط الخارجيه، وطبعا الحاله العامه ما شاء الله. طبعا هنا عندنا بانوراميك سان روف زي ما احنا شايفين. وبالنسبه للمسطحات بتاعه الكبوت برضو زي ما هو واضح معانا. تعالى نشوف بقى الداخليه بتاعه العربيه وهنبدا طبعا بالصالون الخلفي. ما شاء الله طبعا زي ما احنا شايفين ده بالنسبه لحاله الباب. عندنا كمان هنا الداخليه بتاعه العربيه فرش جلد بالكامل. عندك مساند للراس، مسند وسطي واثنين كاب هولدر. مفيش طبعا فتحات للمكيف. تعالوا نشوف الصالون الامامي. البصمه الخارجيه زي ما احنا شايفين. عندك هنا طبعا زراير التحكم في الزجاج وكمان المرايه الضبط طبعا هنا الفرش الداخلي ما شاء الله. بالنسبه للصالون الامامي زي ما احنا شايفين كده واضح معانا. العربيه ماشيه 94,000 كيلو. عندك تراكشن كنترول، تحكم في السرعه عند المنحدرات، طاره بتكون مالتي فانكشن بالكامل. عداد العربيه 94,000 كيلو طبعا ما شاء الله. بالنسبه للكونسول تكييف دول زون وتاتش. طبعا في عندك المرايه ذاتيه التعتيم. طبعا بالنسبه للتفاصيل بتاعه العربيه زي ما اتكلمنا عليها كده بالظبط، ما سيبناش جزء ما اتكلمناش عليه. والعربيه دي سعرها 1,150,000 جنيه، عددها 94,000 كيلو. العربيه دي عليها اوفر حلو قوي من المعرض هنا في معرض اوتو الجزار. كان كنت هنا من الفيديو بتاع النهارده. لو محتاج اي عربيه تواصل معانا من خلال الارقام اللي موجوده عندنا في الفيديو. السلام عليكم.